كل ما أرجوه من السادة المشيعين السائرين بي إلى مقبرة السلام قريبا من قبر أبي أن يرسموا في شاهدتي نايا يصدح وقنينة خمر تضيء لي الطريق، وأن يغادروا قبري قبل أن يبدأ الملقنون. فلا وقت لدي في الليلة الأولى، سأزور الشهداء القديسين وأراهم يفركون راحاتهم ندما، فقد قتلوا من أجل أن يتربع شعيط ومعيط على صدورنا. سأزور الشهداء القديسين وأراهم يفركون راحاتهم ندما، فقد قتلوا من أجل أن يتربع شعيط ومعيط على صدورنا بسياراتهم الرباعية الدفع وبأنواتهم التي ما أنزل الله بها من سلطان. وأقول لهم طبتم موتا، فما زال أطفالكم يشحذون في الإشارات الضوئية، ونساؤكم يتقوسن بين التقاعد والعقار، وأمهاتكم في آخر صيحات الموت تلال من العباءات السود تطير نائحة إلى السماء. وأسمع صوت أبي: يا ولدي اركض في قبرك، هذه ليلتك الأولى وهنالك استمارات لا بد من ملئها. سأزور في الليلة الثانية صديقي حسنا الذي أوصاني أن أتسلل بعد منتصف الليل خلسة إلى قبره، وأرى القبور تتلفت مذعورا حوله. وحسن كف أنينك، أتعبت الموتى، سلم من غضب ينشق عن قبرك لا تلويه ريح، أنت في قمته تقتص من رأسك سكران تصيح. لم يرحني الموت، لم يقرأ على قلب السلامة، وشرابك خشن الملمس يا حسون، أدمى كبدك إنه يحفر في جرفك سواك حطاما. لا فرق إذن، كان حسن قبرا فوق الأرض ينفخ نايا وربابا، صار حسن قبرا تحت الأرض ويسري في القبور يسأل الأموات عن نفخة صور، فلقد هيأ للرب عتابا.